النهاردة الفراخ المشوية على الشبكة بتتبيلة مظبوطة وطعم وريحة الفحم. طريقة سهلة هتضمنلك فراخ مستوية. يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله. في الخلاط هننزل بعصير ليمونة كاملة، معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت، كوباية من الزبادي، معلقة كبيرة من الكاتشب، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ودي اختياري. الخضار اللي معانا هيكون بصل وثوم وفلفل وطماطم مقطعين، هننزل بيهم في الخلاط. هنحط ورق لورا، فلفل اسود وملح، والتوابل دي بصل بودر، ثوم بودر، كاري، بهارات فراخ، شطة اختياري، جنزبيل وبابريكا، نص كوباية مية، ونضرب الكلام ده كله مع بعض. وبكده التتبيلة جاهزة، هنخليها على جنب وهنجيب الفرخة لا اما تكون مقطعة 4 او نصين زي ما انت عايزة. هنجيب كل قطعة نعمل فيها الفتحات دي بالسكينة، ونبدأ كده ندقها كويس قوي لغاية ما تحس ان العظم كله اتكسر واتفرد معاكي كويس. ودي اهم خطوة عشان تطلع معاكي الفراخ مستوية وما تبقاش نية من جوه. برضو صدر الفرخة لازم نفتحه بالطريقة دي. بعد كده هنفردها كده بايدنا ونكسر العظم ونبدأ ندقها كويس قوي لغاية ما تتفرد معاكي. بس هنخلص بقى كل الكمية اللي انتي هتعمليها، وبعدين هنزل عليها بالخلطة اللي احنا عملناها، هقلبها كويس واغطيها في التلاجة واسيبها لو ليلة كاملة يكون احسن، وتقدري تشيليها في الفريزر بنفس التتبيلة دي حتى لو شهر في التلاجة هتطلع بالعكس، هيبقى طعمها حلو قوي. بعد كده طريقة السوا بقى، هنجيب صينية هغلفها كويس قوي بورق السلوفان،